في عالم الحكايات كل صوت له قصة، لكن مش أي صوت يتوج الحكاية. هنا بنفتح أبواب الغموض وبنمشي في دروب الحكاية واحدة ورا التانية لحد ما نوصل للحظة اللي كل شيء فيها بيتغير. أنا الراوي المتوج، ودي حكايتنا النهاردة. ما كانش ليها من أبوها غير الضرب والإهانة والظلم. سارة كانت بتتعامل بأسوأ معاملة، بأسوأ شكل ممكن. فضل يعاملها بأسوأ لحد ما بقت عندها 15 سنة. وفي يوم مامتها زينب دخلت عليها تنده عليها، لكن سارة كانت ساكنة هادية، كانت ميتة على كرسيها. زينب اتجننت وصرخت في وشه وقالت له انت السبب، انت اللي قتلتها، وسابت البيت ومشيت وسابته يعيش لوحده في بيته بقى بارد ساكن مريب. لكن من بعد اللي حصل بدأ يتهيأله في البيت حاجات غريبة. كان بيسمع صوت سارة وهي بتعيط جوه أوضتها، والكرسي بيتحرك لوحده لقدام. كل يوم وهو نايم الشباك بيتفتح فجأة وصوت حاجة وقعت من فوق. لما يبص من الشباك يشوف طفل صغير بيبصله ويضحك وبعدين يختفي. سنة كاملة من الرعب لحد ما قالوله على الست نعمات، كفيفة لكن بركة، وصوتها واصل للكل. راح لها وحكى لها، وبمجرد ما لمست ايده قالت له اللي فيك ده بسبب روح بنتك اللي انت عذبتها وماتت وانت السبب. الشرهوبي قال لها قطيعة تقطعها مطرح ما هي راحت، قرفتني وهي عايشة وهتقرفني وهي ميتة. لكن نعمات وعدته بالمساعدة، كانت بتجيله كل أسبوع تعمل جلسة تطهير، لكن الوضع كان بيزيد سوء. والشرهوبي كان بيصحى من النوم يصرخ وكان بيجيله كوابيس مفزعة. وصل الشرهوبي لمرحلة الجنون، جسمه نحف جدا ووشه اتغير وخسر كل فلوسه. وفي الآخر قال لنعمات انت ضحكت عليا وخدت كل حاجة. لكن نعمات وعدته بجلسة أخيرة، والجلسة الأخيرة جت نعمات والشرهوبي مستنيها. طلبت منه يقعد على كرسي بنته، الكرسي المتحرك، وربطته عليه وقربته للحمام وقالت له بصوت متغير، كانت زي القمر، كان نفسي أفرح بيها لكن انت قتلتها يا شرهوبي. وخلعت النقاب، بص لوشها لقاها زينب مراته اللي سابته، وقالت له أنا اللي عملت لك السحر وكنت بجدده كل أسبوع، أنا اللي هنتقم لبنتي، وزي ما ماتت على الكرسي ده انت كمان هتموت عليه. دخلته الحمام وغرقته بالجاز وقالت له أنا باخد حق بنتي يا شرهوبي. ولعت الكبريت. الحمام
اتحول لجهنم. الشرهوبي بيتشوي. زينب واقفة بتضحك وهي بتبص عليه. الجيران سمعوا صوت الصراخ وشافوا الحريق، جم يجروا على مصدر الحريق. لقيوا زينب واقفة والشرهوبي متفحم. في التحقيق اعترفت زينب بكل حاجة. استغلت وفاة الست نعمات وأخدت مكانها علشان تاخد حق بنتها. لكن الغريب إن لحد النهاردة بيت الشرهوبي لسه الناس بتسمع منه صوت عياط، والحريقة بتحصل فيه من وقت للتاني. بتشوف بنت قاعدة على كرسي متحرك من البلكونة. للأسف ناس كتير في مجتمعنا لسه عندهم نفس عقلية الشرهوبي. ناس بتزعل من إرادة ربنا وبيرفضوا نعمة البنت رغم إنها ممكن تكون خير من 1000 ولد. مفيش حد بيختار يبقى راجل أو بنت، لكن كل واحد بيختار يكون إنسان محترم أو لأ. البنت اللي انت مش عايزها النهاردة هي اللي ممكن تبقى سبب في سعادتك بكرة وسندك في كبرك، ودعواتها توصلك للجنة. وفي النهاية لو القصة دي لمست قلبك شاركها وخلي غيرك يسمعها. وافتكر دايما الكلمة الحلوة عمرها ما كانت عبء، هي اللي بتعيش حتى لما الصوت يسكت. ما ننساش نعمل لايك ونشترك في القناة علشان توصلك حكايات تلمس القلب من الرو المتوج. أشوفكم في قصة جديدة. سلام.